النهارده بوتين صح على ضربة ما كانش ممكن يتخيلها من أوكرانيا، والموضوع ما كانش بسيط خالص. المهم تم دخول بعض الشاحنات من روسيا إلى أوكرانيا، وطبعا الشاحنات دي مش معروف إيه تبع مين ولا جاية لمين ولا معروف عنها أي حاجة. المهم الشاحنات أصلا عبارة عن صناديق فيها زي مراية بتعكس الصورة، ما تبينلكش ايه اللي جوه. فطبعا اللي واقفين في المينا قالوا لك عادي يعني ما فيهاش اي مشكلة. طبعا روسيا كلها قامت على الصوت جامد زي قنبلة جامدة ضربت. المهم القنبلة دي او الحاجة دي اللي كانت في الصندوق اللي احنا بنقول عليها اللي دخلت دي كانت سيارات داخلة لأوكرانيا. طبعا العملية دي كان بيتخطط لها بقالها سنة ونص، والمفروض ان كان في تفاوض هيحصل ما بينهم. المهم اول ما الشاحنات دي دخلت كانت ليها ارقام سرية محدش يعرف يفتحها الا غير جهة معينة. المهم المبصرات دي دخلت، والساعة 3 الفجر ولا 6 الصبح المبصرات دي طلعت في القواعد الجوية الروسية، ودمرت كل القواعد اللي فيها طائرات تعدي ملايين الجنيهات. ومن أقوى سلاح في روسيا هو الحصان الأسود، السلاح الجوي. 4 قواعد جوية لروسيا اتضربوا. طبعا بوتين ما كانش يتخيل ان يحصل في يوم من الايام نفس الموقف اللي اتحط فيه، وان 4 قواعد جوية من اقوى قواعد الجوية في العالم مش هيعرف يعوض كل الطيارات وكل القواعد اللي اتضربت دي في وقت بسيط، تاخد وقت كبير جدا. وطبعا اللي عمل الموضوع ده اوكرانيا، وطبعا العربيات الشاحنات اللي جابت الصناديق دي كلها اتدمرت بحيث ان هي تبعد الشبهة عنها وما يكون حدش يحس ان تم الكلام ده. بوتين لبس اللبس العسكري وعمل تعبئة شاملة للناس اللي خلصت الجيش. طبعا رجع يجيبهم تاني وجمع الجيش كله، وشكله مش ناوي على خير ابدا ان هو اتاخد على غفلة. وزي ما اتاخد على غفلة هو مش هيسكت وهيضرب اوكرانيا ضربة جامدة جدا. وكان المفروض ان اللي هيبقى فيه معاهدة سلام ما بين روسيا وما بين اوكرانيا الايام اللي فاتت. المهم طبعا اوكرانيا رفضت السلام ده الا غير اما تخلص ضربتها اللي بتعملها من سنة ونص من ايام الحرب الاوكرانية الروسية اللي شغالة. المهم دلوقتي الطرف الضعيف هو الطرف الروسي طبعا، اللي القواعد بتاعته الجوية الحصان الأسود اتدمر كله، وصعب إن هو يرجعه تاني أو يعوضه تاني في وقت قصير. دلوقتي ترابيزة المفاوضات عشان تقعد مين الطرف الضعيف هو طبعا روسيا.